سجل الشاب لامين يامال هدفه الدولي الثاني مع منتخب إسبانيا بعدما زار شباك منتخب قبرص في مباراة المنتخبين مساء اليوم الخميس في الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2024 بألمانيا. يامال وضع بصمته على لوح النتيجة بتسجيل الهدف الأول لكتيبة الماتادور بعد مرور 5 دقائق فقط من صافرة البداية، قبل أن يضيف زميله ميكيل أويارزابال الهدف الثاني في الدقيقة 22. لامين يامال الذي يخوض مباراته الدولية الثالثة بات أصغر لاعب في تاريخ منتخب إسبانيا، وفي نفس التشكيلة يتواجد خيسوس نافاس في مفارقة تاريخية غير مسبوقة، حيث يعتبر الأخير هو الأكبر سناً، ليكون الفارق في العمر بينهما 21 عاماً و234 يوماً. ويعد هذا الفارق هو الأكبر في تاريخ منتخب إسبانيا بين لاعبين اثنين في التشكيلة المتواجدة في الميدان في حدث غير مسبوق في تاريخ لا روخا. من جهته، أصبح هدف أويارزابال هو رابع هدف يمنح لإسبانيا عبر تكنولوجيا الفيديو المساعد الفار في تاريخ المنتخب الإسباني بعد هدف أليخاندرو بألدي ضد المغرب في 2018، موراتا ضد بولندا في 2021، وفيران توريس أمام كوسوفو في 2021 أيضاً.